اتصالات سرية بين مانشستر وفيورنتينا من أجل أمرابط. وهذا السبب يؤجل الصفقة. أنس الزروري يمدد مقامه مع بيرنلي ل5 مواسم رياضية. ما زالت إدارة فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم في مطاردة الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن صفقة أمرابط يمكن إبرامها قريبا بعد بيع لاعب فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي إلى بورنموث. وشددت الصحيفة البريطانية على أن اتصالات سرية تجري بين إدارتي الشياطين الحمر والفيولة من خلال وسطاء من أجل نقل أمرابط إلى قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف. وأشار المصدر نفسه إلى أن بعد بيع كاستروفيلي لاعب فيورنتينا لبورنموث سيأتي دور أمرابط قريبا للانتقال إلى مانشستر يونايتد. وكان فريقاي برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي حريصين على التوقيع مع أمرابط في يناير، لكن فيورنتينا كان مترددا في ترك الدولي المغربي يرحل بسبب مطالبه المالية الكبيرة. تجدر الإشارة إلى أن عقد الدولي المغربي سفيان أمرابط مع الفيولة ينتهي في سنة 2024. رسمياً، أنس الزروري يمدد مقامه مع بيرنلي ل5 مواسم رياضية. تمكنت إدارة فريق بيرنلي الإنجليزي من الإبقاء على نجم الفريق الدولي المغربي أنس الزروري بتجديد عقده ل5 سنوات مقبلة. وكشف الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج عبر موقعه الرسمي على اليوم الجمعة أن الزروري وقع على عقد مدته 5 مواسم. وقال بيرنلي خلال بلاغه: يسعدنا الإعلان أن المهاجم أنس الزروري التزم بمستقبله مع الفريق ووقع على عقد جديد يمتد ل5 سنوات. وكان للزروري دور مهم خلال الموسم الماضي في صعود بيرنلي إلى الدرجة الدوري الإنجليزي الممتاز. تجدر الإشارة إلى أن الزروري كان حاضرا في نهائيات كأس العالم قطر 2022 رفقة المنتخب الوطني المغربي.